رينييه فايلر يفاجئ مارسيل كولر بعد الفوز على الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. بعد انتهاء مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي على الرجاء المغربي بهدفين دون رد في استاد القاهرة الدولي، فقد صرح المدير الفني السابق رينييه فايلر تصريحات صحفية نقلها التلفزيون السويسري منذ قليل. قال فايلر: كنت حريص جدا كالعادة لمشاهدة مباراة الأهلي والفريق المغربي في دوري أبطال إفريقيا. عندما يلعب الأهلي مباراة حاسمة أو أي فريق قمت بالعمل معه في مسيرتي الاحترافية، لا بد أن أشاهد وأتابع أخباره، بالإضافة إلى أن الأهلي المصري حاليا تحت القيادة الفنية لمعلمي مارسيل كولر، فهذا شيء يدعوك للفخر، فهو يقدم كل ما هو فريد من نوعه في عالم التدريب مع النادي الأهلي. المباراة كانت صعبة جدا، والفريق المغربي يبدو أنه كان يلعب على الفوز في القاهرة، وهذا القرار صعب جدا. الأهلي لديه لاعبين ذو خبرات عالية، عندما تخطئ أمامه حتما ستقبل الأهداف. تشكيلة اللاعبين تغيرت كثيرا في النادي الأهلي عما كان في الماضي أثناء ولايتي. محمد شريف ومجدي أفشة تفاجأت بأنهم لم يبدأوا المباراة، وأعتقد هذا بسبب تألق اللاعبين الجدد وتغيير أسلوب وطريقة اللعب، ولكن هناك في الأهلي لا يهمهم أبدا هذه التفاصيل، فهم يقولون دائما الأهلي بمن حضر. أهنئ مارسيل كولر من كل قلبي، وأتمنى له التوفيق في المباراة القادمة في المغرب، ومن ثم التأهل للدور القادم.